تخيل معايا كل مرة تنزل المية وتحس الموضوع بسيط، مجرد سباحة عادية، بس جسمك من جوه شايف الموضوع بشكل مختلف تماما. في اليوم الأول، أول ما تحط جسمك في المية وتقول لنفسك من النهاردة أنا قرش، بعد 15 ثانية بس جسمك بيقولك استنى، أنا مش قادر. المية تدخل بقك وتقعد على الحافة تقول يا جدع أنا بغرق. دي اللحظة اللي هتفهم فيها السباحة مش مجرد لعب، دي معركة كاملة لجسمك. في اليوم التالت تصحى الصبح حس كل دراعك ورجلك مولعة نار، رقبتك بتوجعك، ظهرك مشدود، تحاول تحرك دراعك وتحس بالحرقان. جسمك بيقول كفاية يا راجل، لكن الدماغ والجهاز العصبي شغالين وبيتعلموا يتحركوا في المية بأقل مجهود. في اليوم السابع دلوقتي الخوف من المية اختفى، مش بتقاومها، بتشتغل معاها، بتسبح 50 متر ومش حاسس إنك وقفت لحظة، تنفسك تحت السيطرة، قلبك مش بيخاف وجسمك أخف من قبل كده. ولما تقف على الأرض تحس كأنك أطول شوية. في اليوم ال14 التحول الكبير بدأ، كتافك بقت أعرض، ظهرك واخد شكل سبعة، وبطنك بقت أشد وأقوى. وأكتر حاجة حلوة، طولك زاد حوالي 1.5 بوصة، والمية خلت عمودك الفقري بيرتخي ووضعيتك تتحسن. في اليوم ال30 بقى كل مرة بتنزل المية مفيش خوف المبتدئين، بتسبح بسلاسة، جسمك رياضي، شكل إطارك كله حاد وجذاب. مش بس بقيت لائق، ده كمان اكتسبت مهارة جديدة. سؤال يا صديقي، بتعرف تعوم ولا لأ؟ اكتب لي في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك والشير، دعمك سبب الاستمرار يا صديقي.